مساء الخير على أجمل بنات قناة عالم دوجي. أتمنى تكونوا بخير وفي أفضل حال، وأخبار جميلة عن الفنان جوكبريك ومقابلة جديدة. والنهاردة كلنا اتفاجئنا بجوكبريك واقف في المطبخ في قناة دي، وعرفنا إن في مقابلة جديدة على قناة دي في برنامج الطبخ، برنامج كتف في كتف اللي هيستضيف جوكبريك، والحقيقة كان نفسي يستضيفوه. أحلى حاجة إن جوكبريك واقف بيطبخ واخد الموضوع جد، ولا الشيف شربيني ما شاء الله. والقناة كتبت: ماذا سيحدث مع جوكبريك دمرجي قريبا. القناة ما شاء الله محتفلة بجوكبريك في كل حاجة، وأخدوا كمان في برنامج الطبخ. تحسوا كده إن هم عايزين يرضوا، وكأنهم عايزين يقولوا له مفيش حاجة تزعلك مننا، لأن في المقابلة الأخيرة كان واضح إن جوكبريك متضايق من حاجة وبيقول الناس بتفهمني غلط. كمان معاملة أصلهان الجافة اللي كنا بنشوفها معاه، واضح إن كان في مشكلة. فأنا متأكدة إن كان في فعلا سوء تفاهم، وجوكبريك دلوقتي بيحاولوا يرضوا. طبعا بنتمنى له المزيد من النجاح ما شاء الله عليه، من مقابلة لمقابلة، وكمان لبرنامج طبخ. طبعا الموعد مش متحدد لكن قالوا قريبا. جوكبريك في عز ما هو بيشتغل لكن ما بينساش أصحابه، والنهاردة كان عيد ميلاد صديقته نازلي، ونزل الصورة دي وكتب عليها: كل عام وانت بخير وصحة، سعيد جدا بوجودك. طبعا نازلي من الناس المحترمة، الأصدقاء الحقيقيين اللي جوكبريك اتكلم عنهم في المقابلة، وقال إن في ناس كتيرة حوالينا بيبقوا أصدقاء، لكن مش كل الأصدقاء أصدقاء حقيقيين. طبعا بتمنى إن هو يعرف ويقدر إن هو يميز بين الصديق الحقيقي وما يتخدعش تاني، لأن كان في ناس بالفعل بتستغل، وهو كان بيقول في المقابلة إن هو كان بيزعل من نفسه قوي. وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة من مسلسل الكذبة، ومنتظرينه من دلوقتي. طبعا المفوض يمين هيلم حاجته زي ما احنا شفنا، بس أنا بأكد عليكم إن هو مش هيسيب المسلسل، لأن فعلا الأسئلة كترت كتير على الموضوع دوت، وفي قنوات بتروج لكده. لكن الموضوع ما فيه إن المدير بتاعه قال له سيب القضية علشان شاف الصور مع مليك، فطبيعي إن هو يلم حاجته ويمشي. لكن إيه اللي هيحصل في الأحداث الجديدة ويرجعه نشوف. تعالوا بقى نشوف أخبار الجميلة يا مور، ومقابلة جديدة وبرنامج جديد في الموسم الجديد اسمه إيقاع الموسيقى، والحلقة تتعرض يوم 23 نوفمبر الساعة 11. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق ومزيد من النجاح واللقاءات. طبعا يامور مش لوحدها، لكن معاها بريش، بنتمنى لهم كل التوفيق وحظ سعيد. وطبعا منتظرين من دلوقتي جوكبريك وإبداعه في حلقة بكرة اللي مليانة مفاجآت كتير، ومنتظرين طبعا يعلنوا عن موعد المقابلة، ومنتظرة كمان إن هم ينزلوا كواليس كتيرة للبرنامج من هنا لحد لما يعرضوه، ونشوفوا إيه اللي بيحصل في الكواليس مع جوكبريك. وبنتمنى له طبعا كل التوفيق وحظ سعيد. وده كان فيديو بسيط حبيت أشاركه معاكم. إلى اللقاء.